تأهل المغرب إلى ربع نهائي كأس العرب ضد منتخبنا السعودية. بصراحة المنتخب المغربي قوي جدا على منتخبنا ويمتلك لاعبين جيدين، وهو المرشح الأقوى للفوز بلقب كأس العرب. نبارك للمنتخب المغرب تأهل رسميا للدور المقبل، دور الثمانية من كأس العرب. المنتخب المغربي محلي، أن هؤلاء أبناء المهاجرين لا، هم تكوين أكثر من 50% منهم تكوين محلي في المغرب. أكاديمية محمد السادس بالمغرب. مع أن المنتخب المغرب بالفريق يعني الاحتياطيين، ولكن لا ننسى أن أغلبهم محترفين. نعم. ولاعبين يملكون خبرة. أنا تابعت منتخب المغرب من أول مباراة، يا أخي ما في لاعب ما عنده كنترول عالي، تسليم صحيح، استلام صحيح، ثقافة تكتيكية، يعرفون يستقبلون اللعب، صغار. كنا نقول منتخب المغرب الأول محترف ولاعبين مميزين، صغار اليوم كنتروله أعلى من بعض اللاعبين المتواجدين في منتخبات أخرى. أفضل كنترول من لاعب منتخب أول؟ نعم. لا، مهمة جدا. المدربين الكفاءة، ما في أي اسم من المدربين في المغرب يقود هذول الأسماء كلهم شايفينهم عزيزي المشاهد، كل واحد له إنجاز مع فريق في فئته. يعني وليد الرقراقي هذا اشتغل في أندية وحقق إنجازات وبطولات، قالوا له تعال امسك المنتخب الأول عشان لاعب المنتخب يعرف أنت مين. هذه النقطة مهمة جدا. المدرب لازم اليوم يشتغل، يسوي له سي في كذا إرث عشان يتقبل وجوده في المنتخب الأول. أوريك ذكاءه، اليوم لعب بعقليتين، لعب بالعقلية الأوروبية في الشوط الأول، أنا اللي أخذ المبادرة وأنا اللي ألعب كورة وأنا اللي أبني الأفكار. الشوط الثاني قال لا، أنا منتخب المغربي الأفريقي، أنا أخرب أفكارك كلها. عقليتين، منتخب محترم مشرف، نهنئهم جدا، وهذا إنجاز يعتبر في النهاية للدول العربية كلها. المغرب والسعودية يشوفها مجموعة صعبة والله جدا. منتخب المغرب تحديدا يعني منتخب الحقيقة الآن قاعد يعيش الامجاد. طبعا سيلعب بتشكيله احتياطيه المنتخب المغربي يعني. بغض النظر انا اعتقد حتى الاحتياطيين لابد انهم يحاكون ما يحققوا المنتخب الاساسي وما عاد به منتخب الشباب. اعتقد الكره المغربيه عندها مشروع لا يبنى على اسماء معينه، وانما يبنى على المجموعه بشكل عام، واستطاعوا انهم يصنعوا كره لهم الحقيقه. منتخب حتى في الدوري المحلي معروف العناصر المغربيه بانها على اعلى مستوى. المنتخب العماني منافس لك، يلعب معك نفس التنافسيه والشراسه المعروفه على مستوى الخليج. منتخب اليمن يتطور، وفي المباريات امام المنتخب السعودي دائما عنده حماس عالي جدا. اعتقد مجموعه صعبه واختبار مهم جدا اذا استطاع المنتخب انه يتجاوز المجموعه. بعتقد بعد كذا انه تبدا افكاره وطموحاته تزداد وتزداد، وهذا هو المطلوب. ان شاء الله باذن الله تعالى ان مثل ما سالم متفائل ان شاء الله ان في يوم من الايام بعد في هالبطوله ان نحتفل باذن الله. ان شاء الله. الكره المغربيه كمنظومه متكامله تتطور في الاتجاه الايجابي والاتجاه الصحيح. هذا الشيء ما يجي من فراغ، نتيجه عمل مميز وجهد منظم والى اخره، لاعبين متميزين انشئوا في الاكاديميه، احترفوا برضه في اوروبا. هذا ارتباط وثيق يعطي اللاعب بشكل جدا ممتاز. حقيقة يعني احنا طول عمرنا البطولة اسبانيا، الارجنتين، البرازيل، المانيا، اليوم المغرب. مبروك للمغرب، للشعب المغربي عامة، مبروك للوطن العربي الكبير. هذا الانجاز للكرة المغربية اللي غير الخارطة والهرم الكروي في العالم. المنتخبات المغربية كلها جميعها بمدربين وطنيين اليوم، هذا يعطي توافق او يعطي ثقة ايضا للاعب المغربي ان اليوم المدرب وطني بيكون فاهمه. والمدرسه موحده، توحيد المدارس التدريبيه. في اتحادات مثلا تتوجه الى الفريق الاول، المنتخب الاول بيكون مدرسه مختلفه عن الفئات السنيه. اللاعب من نشأته الى الناشئين والشباب بيتم تدريبه بطريقه معينه، يصعد المنتخب الاول فكر مختلف وثقافه مختلفه. نبارك لاشقائنا في المغرب، وهذا النتاج العام. المنتخب المغربي منتخب جدا قوي، فاذا كان خليط ما بين الاثنين احنا ممكن نعاني بشكل جدا كبير. يعني انا في البطوله بهالطريقه بخليط المنتخب المغربي نعم، انا اشوف انه يفترض انه يروح بلعيبه ركائز ولعيبه يحتاج انه يجربهم على اساس بطوله افريقيا. مباراه المغرب اتمنى ان احنا ناخذها بجديه ونلعب بالتشكيل الاساسي، لانها حتكون اختبار جدا قوي. صح ان تاهلنا، ولكن لابد ان يكون كاس العرب محطه مهمه واستعداد لكاس العالم.